السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل مع بعض الخيار مخلل، عشان في العيد كده جنب الفتة وجنب أكل العيد كده يبقى عندنا مخلل في البيت. والخيار أحلى مخلل يعني بصراحة، وأخف مخلل ممكن الواحد ياكله، ما بياخدش وقت خالص. وبصراحة أنا مش مجهزة له إن أنا أجيبه. الخيار ده كان عندي، فأنا افتكرت إن أنا محتاجة أخلل خيار، فرحت قايمة عاملاهم على طول. ما خدش وقت خالص. بصوا هتلاقوا خيار، عشان كده بقول لكم ان هو انا مش مجهزه له. الخيار ده عندي، لو مجهزه له هجيبه كله صغير. صغير وكبير اللي لقيته موجود عندي، فغسلتهم وقطعت الطرف من هنا ومن هنا وحطيتهم. هو الكبير مش بينفع في التخليل قوي، لما بتقطعيه البذور من جوه كده ومن جوه تحس ان هو بيتعجن شويه، مش بيتهري. فلما بتحطيها سليمه ما بيحصلهاش اي مشكله. فاحنا خلاص ظبطناهم كده، ومعانا معلقتين ملح، معانا معلقه سكر، ومعانا ربع او اقل من ربع كوبايه صغيره او فنجان صغير خل. بس معانا 5 فصوص توم. هنحطهم كده، عايزه تقطعيهم برضو، عايزه تهرسيهم مفيش مشكله. الميه دي هنحط فيها اهو معلقتين ملح، معلقه سكر، ربع فنجان خل. وهنقلبهم كويس قوي قوي قوي، ونضيفهم عليهم. ولا ميه سخنه ولا غليتهم ولا اي حاجه، لان الخيار بتعمليه النهارده تاني يوم ممكن تاكليه، ما بياخدش وقت. حتى قرن فلفل حامي بصراحه ما لقيتش عندي، حطيت واحد رومي يديله ريحه الفلفل برضو. وهنحط على وشهم الزيت، و نغطيهم بكيس بلاستيك ونقفلهم كويس عشان الهواء. يبقى عندك مخللك جاهز، عشان ما تشتريش مخلل كتير والكلام ده كله. احنا بندور على الحاجة الاقتصادية دول، يعني عشان تشتريهم هيكلفوكي قد كده. يعني فيديو صغير كده ومختصر. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. كل سنة وانتم بألف خير، وشكرا يا حبايبي ليكم. وده هتفتحوه في العيد تاكلوا معاه الأكل بتاع العيد، وهيبقى استوى وزي الفل. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. شكرا يا حبايبي، والسلام عليكم.